تعمل ايه بباور ابس يوز كيس رقم 10. ابلكيشن جميل ورايق عملته لاداره اتش ار في شركه ما. مدير الاداره دي كان عاوز يمانج التاسكس اللي بتتعمل في الاداره بتاعته من بره السيستم. كل التاسكات اللي بتتعمل بره السيستم عاوز يمانج التاسكس دي، فعمل ابلكيشن حلو قوي. بص كده، اول حاجه لو دخلنا على مين تاسكس فهيظهر هنا التاسكس اللي كل واحد من التيم مسؤول عنها ويقدر يعمل لها اديت. ولو رجعنا على السكرين اللي بعدها هيظهر لكل واحد التاسكس اللي بتتكرر. اول حاجه لو دخلنا على مين تاسكس هنلاقي التاسكات الاساسيه بتاعتهم. التاسكات الاساسيه عندها حاجه اسمها ريبيت، يعني بتتكرر كل يوم او كل شهر او كل مثلا اسبوع وهكذا. بعد كده لو دخلنا على ماي تاسكس هيظهر التاسكات دي وهي بتتكرر، يعني هي بباور اوتوميت عملنا لها اوتوميشن ان هي لو هي بتتكرر كل يوم يظهر له تاسك جديده كل يوم عشان يقفلها. بعد كده في حاجه اسمها مانوال تاسك، حاجات مش بتتكرر هو اللي بيضيفها بنفسه، اللي هي تعتبر اون اد هوك بيزس، حاجات كده بتظهر له فجأة فيقدر يقاد هنا التاسكس اللي هو عاوزها. والسكرين الأخيرة دي لطيفة جدا اسمها بروجكت تراكر. بروجكت تراكر دي فيها بروجكتس بيتراك منها الستيتس بتاعت كل بروجكت، وجواها كمان سكرين أحلى وأحلى اسمها سب تاسكس. بيدخل هنا بيبان له الديتيلز بتاعت البروجكت بتاعه، ويبان له كمان الديتيلز بتاعت السب تاسكس اللي جوه البروجكت ده، وكل سب تاسك يبان الديتيلز بتاعتها هنا اهو. ولو السب تاسك دي ديبندبل على سب تاسك قبلها يبان له هنا يقول له خلي بالك ان هي ديبندبل على السب تاسك اللي قبلها فلازم تخلص دي الاول. ونوتيفيكيشنز بقى بتروح وبتيجي وديدلاينز يفكروا بيها وريمايندرز وحاجات جميله جدا. وفي الاخر عنده داشبورد يقدر يفتحها على باور بي اي يشوف منها اخبار الشغل ماشي ازاي. طبعا الابلكيشن دي تailored على اللي كانت الشركه دي محتاجاه، فبالتالي بتطوع التولز بتاعتك بالشكل اللي انت عاوزه عشان تعمل بالظبط اللي انت محتاجه. ما بتبقاش مقيد قوي بانه لا السيستم بيعمل كذا او ما بيعملش كذا، انت بتطوعها بالشكل اللي انت عاوزه. هتعمل زي اللي انا وريته لك ده بانك تاخد خطوة واحدة.